قلبي عاملين ايه؟ تلفوا معانا وحشتوني. احنا معاكم في يوميات. ايوه اماني وعيال مجنن. تعالوا افطر معانا النهارده الحد. طبعا الدنيا مقلوبه عندي، انا قاعده على الارض. بصوا اسمعي ساده، هاتي البسكوته توري حبايب قلبي، هي عايزه توريك. ساده انا عايزه توريك بنقطعه خيار. بصي ساده انا جايبه لها بسكوت ايه؟ وريني يا ساده اهو، وريهم يا سوسو. قول لهم بصوا حبايب قلبي. بصي يا ايمن يا مجننينها، يعني انتوا بقيتوا ايمن المجننينها. تعالي هنا يا سوسو شويه. لسه شاريه شويه حاجات من السوق، يعني جبت على قد الفطار بس كده عشان مش عايزه احط حاجات ياما في الثلاجه، عشان ايه نعرف نعزل بيها، عشان طبعا ايه هنعزل الاسبوع ده ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ده بسكوت. اسمع يا حاج، العلبه من دي ب 10 جنيه ماشي، فيها 12 باكو. احنا بنحب نعمل حاجه. ودي ب 20 جنيه. ثواني يا سوسو. وده المخلل ده ب 5 جنيه. وجبنه بقى وحاجات بقى ايه وخيار. ولسه جايبه قته. بصوا القتايه دي ساده نعيم. الابله ساندي نزلت معايا اشترت عيش. والله شكلها عسل يا بنتي. نزلت اشترت عيش واشترت حاجات معايا. يا حاجه استنى بقى ثواني، هنوقف الفيديو ثانيه واحده لحد ما يمشي عمو بتاع البصل. يا بتاع البصل ليمون. المهم حبايبي اشتريت انا حسبي. انت يا بنت مالك؟ اشتريت صابون بنت هتقلب الاكل، اما صدقت حطيته. رجلي اتخبطت اقسم بالله العظيم وما اتبقى. رجلي اتخبطت ما خلاص. رجلي اتخبطت ما اعرفش اكل منك. ده انا ما صدقت الساعه 1 والله السكر هريني جوه هموت واكل. كنت واكله سندوتش عيش فينو عشان نعرف ننزل الشارع. الجو وحش، الدنيا حر، الدنيا مولعه تحت وهموت. بصي جايبين لي عسل، اكل عسل ازاي والنبي. فاهم؟ ازاي؟ انا هناكل الفول ده اسمه فولاتيز. ما اعرفش عيش الا بالفول والفلافل والله. ماشي مع السلامه بتاع البصل. سيكه بقى. طبعا انا محضره سمك للناس اللي هتيجي عشان تشيل العفش. العفش بتاعها اهو، والعفش بتاعنا اهو، نايمين على الارض اهو، قاعدين على الارض اهو، والله قاعدين على الارض حاطين المراتب متمرمطين داخلين على شهر. ولميت العفش كله وسراير العيال اتفكت اوضه النوم والانتريه غسلته. قلت لك ماما سابتني وماشت. واشتريت باميه كيلو ونص ب 15 جنيه. شايفين؟ شايفين الرخصه اللي عندنا في المراغي؟ عندنا في اسكندريه هنا في مناطق رخيصه وحاجات رخيصه خالص بجد والله العظيم. يعني ماما هناك ممكن تجيب حاجات غاليه، انا هنا بجيبها ارخص. وهي هنا انا ممكن هنا اجيب حاجات غاليه عند ماما هناك ارخص في كفر الدوار. بصوا القطه ما تاكليش الشطه. طب انا ليه؟ ما تاكليش شطه ياما. الابله ساندي من يومين ما نامتنيش، قعدت تصدع، رحت اقيسلها الضغط وكانت تعبانه خالص، كانت بتفطس مني. كنت بموت والله العظيم لحد الساعه 2 بالليل بنلف في الشوارع. كانت تعبانه قوي. كل ده بسبب ايه؟ احنا طبعا شقتنا في الخامس والشمس مدمرانا داير وشك. ما تعتصيش كده عيب ماشي؟ بعدين يقول لي حمك الله. انا اقول لك حمك الله، انت تقولي الحمد لله يا رب. قولي بقى الحمد لله. لا البيت دي السوسه بتاعت البيت. المهم يا جماعه فضلنا بيكم بقى لحد الساعه 12 بالليل و2 بالليل. والله العظيم الضغط كان مبوظنا، والشمس كانت ضاربه في دماغنا. ثواني الشمس كانت ضاربه في دماغنا، كنا هنموتوا بجد والله العظيم. الشقه هنا وحشه. ان شاء الله ربنا كرمني بالشقه الثانيه في اول علوي. هنقعدوا في البلكونه، هنناموا في البلكونه، هنشربوا شاي في البلكونه، كل الحلو كله هتشوفوه معانا جوه البلكونه. وفي بقى بانيو ده ليا مخصص ليا. ساندي وسدن عايزين يقعدوا يعيشوا في البانيو، ما عنديش مانع بس يسيبوا لي بقيه الشقه. واللي هي اوضتي مع نفسي كده، اوضه النوم هقوم قافله عليها وحاطه مكياجي وبرفاناتي وكل حاجاتي بقى ولمة الكحل والبرفان واي حاجه تخصني احطها ماشي، والاي شادو والاكلادور. شايفين الصابون ده؟
استني يا سوسو، ب 25 جنيه دي الواحده، ب 5 جنيه صغنونه بس ناشفه جامده. كل ما اجيب صابونه لو ب 10 جنيه والله احطها في الصبانه تبوظ في ساعتها، ما اعرفش في ايه، بس دي بتنفع معايا. بصوا احنا بنغسله بالشاور وبالشامبو، ما اعرفش استحمى الا بالشاور والشامبو، ما اعرفش اغسل بصابون. دي للوش لايديا لما اكون وسخه حاجه. والغدا بقى هيبقى فسيخ. هيبقى ايه يا ساندي؟ فسيخ. فسيخ وخيار وقات. ارجوك ما تقولش لا. فسيخ وخيار وقات، ارجوك ما تقولش لا. انا احب اهيص لما اكون رايقه بقى، يا لهوي خدوا مني احلى روقان. اما اكون متعفرطه خد عيش يا معلم. قولي بسم الله الرحمن الرحيم. المهم يا جماعه ادعوا لي، كلها كام يوم امشي من الحر والقرف واصور لكم بقى هناك. بس عيب ان مفيش نت، مش عارفه اتصرف معاكم ازاي. محدش ينسى القناه بتاعت يوميات ايمن وامانه، على طول خليكم متابعيني. لو حد في فكره في دماغه على النت ده يقول لنا، اكتبوا لنا بقى. والله بيقولوا لنا اعملوا النت هوائي وانا مش عارفه اعمل ايه بصراحه. انا عندي الراوتر بتاعي وعندي التليفون ومفيش مكان في الكابينه هناك في الشارع اللي انا رايحه فيه، فهو ده اللي مغلبني وما اناش عارفه اتصرف ازاي. والقناه عندي ما شاء الله بتزيد يعني مش بتقل، وانا مش عارفه اعمل بامانه، فربنا يسترها والله. المهم قلت اجي اصور معاكم الفلاتيزم. انا حاطه لهم عسل وجبنه وخيار ومخلل، وانا بقى ناكل الفول، هو مش هياكل يا كريم. والاكل خيار اهو. انت حد قال لك تاكلي خياره كده؟ استنى مقشرها لك. اذبحك يا بنت. احلى حاجه خيار ساقع طالع من التلاجة ينزل على قلبكم كده يتزحلق. يا لهوي بصي والله حاسه بيه وهو نازل. والله حاسه بالخياره. ان شاء الله ربنا يسهل الحال. هننقله بقى ونظبطوا الدنيا ونشوف احنا هنعمله من هناك، وان شاء الله احاول انزل لكم برده فيديوهات، بس خليكم متابعيني دايما، والاشتراك على طول واللايكات كتير. عايزين نعلو بقى يا جماعه. انا خلاص خدت شقه تانية. صحيح الناس عماله بتقول لي انت شكلك اشتريتي الشقه من فلوس اليوتيوب. فلوس اليوتيوب بانت عليك. فلوس يوتيوب ايه ده؟ انا لسه بادئه في شهر 10. احنا اصلا بنكمل 2000. في ناس بتقول لي انت جبتي الشقه من فلوس اليوتيوب. قلت لهم يا جماعه لا، انا جوزي ما شاء الله معاه، وبس لما بيبقى معانا بنعمل جمعيات وبنعمل حاجات وبنعمله نفسنا. احنا متعودين على كده، في جمعيات من اول ما اتجوزنا نخش في جمعيات، نخلصوا جمعيه نخش في جمعيه تانية، نشيل الفلوس على جنب لحد ما ربنا يكرمنا ونجيبه من شقه لشقه. يعني انا اول شقه اشتريتها كانت ب 50,000 جنيه، بعتها ب 55. الشقه اللي انا واخداها دي مش عارفه كنت واخداها بحاجه و70، دلوقتي بايعاها ب 180,000. ماشي يعني زادت ما شاء الله 100 وحاجه. والشقه اللي انا واخداها دي بقى ما شاء الله 200 وي. فحطيت فرق برضه وسالفه والله العظيم، ورحمه ابويا سالفه في فلوس. يعني الناس انا سالفه منهم والله العظيم، قرايب جوزي يعني اخت جوزي او يعني حد منهم من هناك. هو جوزي ما بيحبش يقول لي هو سالف من مين، بس المهم انا سالف في فلوس علينا كذا، في حاجه كذا، عشان لو حصل لي حاجه بعد الشر عليه ربنا يخلوني. انما انا والله ولا قناتي اليوتيوب ولا حاجه جات لي فلوس ولا حاجه. انا لسه ماشي بنور الله لسه والله العظيم. ربنا يهدلنا حالنا يا رب. استني يا سوسو. المهم عشان ما اطولش عليكم وتزهقوا مننا، كمان حابه كده هنعمل لكم فيديو بالفسيخ ونعمل لكم فيديو بالكركبه اللي انا فيها، لان انا طالع عيني بقالي اسبوعين طالع عيني. طبعا النوم على الارض مع السكر مبهدل لي ظهري، الغضروف عندي يعتبر باظ. انا مش نايمه على الارض، انا حاطه هنا مرتبتين العيال على السرير ده، والمرتبه هنا بتاعت السرير بتاعت اوضه النوم. يعني المرتبتين على بعض هنا وهنا مرتبتين، عندي الاربع مراتب حاطينهم. بس انا كنت ساعات بنام على الارض. الشطه بتاعتي تاكليش شطه ياما وبتتعبي عشان بتصدع جامد ساندي، وبقالها فتره تعبانه ومطلعه عيني والله العظيم. المهم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه. يوميات مين؟ ايمن وامان وعيال المجننات. يلا يا سوسو فيلي باي باي. كملوا اليوم على خير ان شاء الله. مع السلامه حبايبي.